ازيكم؟ هو ليه 90% من العربيات هنا اللي في امريكا بتبقى عربيات ضخمه؟ وكلمه ضخمه دي يعني ضخمه ضخمه كبيره قوي، تحس ان الواحد راكب شقه مش عربيه. والسبب ورا ده، هل منظر مثلا الناس بتحب تجيب عربيات ضخمه تتمنظر بيها، ولا وراه اسباب فعلا حقيقيه بتخلي الشخص مضطر انه يجيب عربيات كبيره زي كده ضخمه؟ السبب الاول المسافات. هنا كلمه المسافات بعيده عن بعض، يعني هنا مفيش مشوار بيبقى جنب التاني اللي اقل حاجه كده لازم يبعد عنه تلت ساعه بالعربيه. انا بتكلم ان المسافات هنا فعلا بعيده لدرجه ان انت هنا العربيه دي ايدك ورجلك. هنا العربيه دي مش رفاهيه بقى، انا بتكلم على العربيه بشكل عام، مش ان عربيه كبيره. هنا العربيه مش رفاهيه، العربيه هنا حاجه اساسيه. الجزء التاني بقى ان العيله هنا والنظام اللي عايشه بيه امريكا. هنا تلاقي في العربيه هتلاقي الناس حاطه الكار سيت اللي هو الكرسي الصغير بتاع الاطفال، ولو تفتح الشنطه كده من ورا تحس ان انت ماشي بخزين مش بعربيه. يعني في مواقف كتيره مثلا في وقت التلج او العاصفه، الناس هنا بتتربط في العربيه ممكن بالساعات مش عارفه تخرج مثلا، ففي الحاله دي بتبقى العربيه هي الملجأ ليك. السبب رقم 3، في وقت التلج والعاصفه وقت الشتاء مثلا بينزل تلج كميه كبيره قوي. العربيات الصغيره بتعاني ان هي مثلا بتمشي على الطريق لما يكون لسه ما تشالش منه التلج، او بتعاني مثلا ان هي تطلع منحدر عالي او الكلام ده كله. فبيبقى العربيات الكبيره سهل عليها نسبيا، مش على طول برضو، يعني بتبقى صعبه برضو حتى على العربيات الكبيره لو كثافه التلج عاليه، لكن بيبقى نسبيا سهل على العربيات الكبيره اكتر من العربيات الصغيره ان هي تعدي في طرق زي كده. السبب رقم 4 البنزين. البنزين هنا رخيص، فهنا الناس مش بيفكروا في البنزين، فمعنى كده ان عربيه كبيره او عربيه صغيره مش هقول هم هي بتاخد بنزين قد ايه او بتسحب مني بنزين. لو عربيه كبيره او عربيه صغيره مش هتسحب مني بنزين، مش هيكون واقف عند النقطه دي. في نقطة برضو من ضمن الأسباب إن هنا الطرق متقسمة إنها تكون واسعة. أنا شرحت ده في فيديو قبل كده، بس أنا بتكلم إن هنا الطرق نفسها مسهلة على الناس. لو عربيتك انت كبيرة الحارة برضو مكفياها. طب وفي الباركن الأماكن هنا واسعة في ركنة العربية، فمش هقول هم إن عربيتي ضخمة أو مش عربيتي ضخمة. انت بقى لو انت هنا في أمريكا، انت هتفضل تجيب العربية الكبيرة ولا العربية الصغيرة؟ اكتبوا لنا في التعليقات ومستني أشوف تعليقاتكم. سلام.